يا لهوي يا حبيبتي، انت بتولدي، انت بتولدي. آه. لو سمحت كلمي هشام جوزي. حاضر. افهم ايه انا من الكلام ده؟ بقالي 6 شهور بجمع الادله دي الارقام اللي اتصلت بيها، ودي الرسائل اللي بينها وبين الوسخ اخويا. بس بطل الكلام ده. انت هتدافع عنهم تاني؟ انت عايزاني هيك واسيب لك البيت؟ لا يا دكتور يا عاقل، انده لهم اسالهم. حاضر، هاتي يا عبله، يا عبله. في ايه يا رامي؟ انت بتزعق كده ليه؟ كنت بصلي. حرما يا اختي، يعني تعرفي ربنا. نعم. ايه السؤال ده؟ احنا يا بنتي عايزين نسالك على حاجه كده. بنتك؟ بقى بالذمه بنتك يا حاجه تعمل كده؟ ما تفهموني يا جماعه في ايه؟ وايه الكلام اللي زي الفوازير ده؟ بصي يا بنتي على النمر دي وقولي لنا تعرفي اصحابها، ولو تعرفيهم تعرفيهم منين. والرسائل مع الوسخ اللي اسمه كريم، والهمسات اللي في نص الليل، والمقابلات اللي بره البيت. بصي يا اختي، دي ارقام ناس زمايلي بيشتغلوا معايا، وتقدري يا طنط تتاكدي منهم. حسين جوز منى صاحبتي اللي دايما بيوصلني هنا، وفي ارقام ناس تانية من معرفه كريم. معرفة كريم؟ يعني ايه معرفة كريم؟ انطقي. بس خلينا نفهم. نفهم ايه؟ ما كل حاجة واضحة زي الشمس. الناس دول بيشتغلوا معايا انا وكريم، تليفونات وكريمات وحاجات بيجيبها كريم وبنبيعها للمعارف والاصحاب والجيران. احنا شركاء فيه انا وهو. عشان كده يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت بتشك فيا؟ هي وصلت لكده؟ كريم اللي كنت بعتبره زي اخويا؟ طب بلاش انا، عشان انا محدش رباني ومن عيله ما تعرفش العيب. مش دي امك اللي ربيته؟ ما تسالي عنه. مش كريم ده ابنك يا طنط؟ كريم يدوس في اخوه؟ اهدي يا بنتي. ده الكلام اللي عندي، واللي تقدروا تتاكدوا منه لما اخوه يجي. متاكدين يا بنتي ومصدقين كل كلمه انت قلتيها. انا هروح بيت ابويا وورقتي تيجي على هناك. ده كلام يا بنتي؟ ده اللي هيحصل. يا بنتي اي اتنين بيحصل بينهم مشاكل، بس عمرها ما توصل للطلاق. لو كان حصل لبنتك كنتي ترضى له؟ فكري في السؤال ده كويس، واللي ترضيه لبنتك ارضيهولي. عاجبك كده؟ ما انا قلت لك، بس شيطانك خلاك ما تصدقش غير نفسك. انا بقى لو منها فعلا اطلب الطلاق، خصوصا ان ما فيش بينكم لا عيل ولا دايش. ايوه بس انا بحبها. حب ايه بقى؟ انت فاهم انت فكرت في ايه وفي مين؟ في ايه يا جدعان؟ مالكوا في ايه؟ بتبصوا لي كده ليه؟ عملتي ايه؟ وصلتي لجوزها؟ حاولت كتير يا دكتور ما بيردش. لازم توصلي لحد من عيلتها لان حالتها خطيره ومحتاجين اقرار من حد تبعها. حاضر انا هتصرف. انت اتجننت يا رامي؟ انت ازاي تفكر في كده؟ وكمان ليك عين تتكلم وتقل ادبك يا حيوان انت. بس هو السبب في اللي حصل، هو اللي ضحك عليها وخد الفلوس اللي محوشينها. اضحك على نفسك باي كلام، محدش هيصدق حاجه من الخرا اللي انت بتقوله. يا حيوان. ولد، ايه اللي بتعمله وانا واقفه ده؟ ماشي. عبلة أنا آسف، ممكن تسمعيني بس؟ أنا آسف. أنت عارفة الحيوان اللي اسمه كريم ده هو السبب. انت لو ما مشيتش من قدامي حالا انا هفضحك قدام العماره كلها.
انت غبي، كان لازم تقول لاخوك على اللي بينك وبين مراته، هو مش قاعد خرنج في البيت، وانا لو منه كنت ضربتك بالجزمه. تضربيني انا؟ ايوه يا جميل. امال انت مين؟ ايه؟ يا رامي، يا رامي الحقني اختك في اوضه العمليات. خبرتني يا فرحتك، لا هقول يا زهد ولا حرمة، لو كنت قاسي وجرحتك وعرفت ايه معنى الهجران، كنت اترجيت وبكيت وناديت وكأن لا شفتك ولا رديت. خليك يا سيدي على راحتك، خليك يا سيدي على راحتك. ايه رايك بقى يا استاذ حسام؟ من غير ما تزعل يا عم مخلوف. لا ازعل ليه؟ فن وجهات نظر وانت حر في رايك. الغنوه دي مش شبه شجن خالص. مش شبهها ازاي يعني؟ معلش فهمني، انا راجل كبير وفهم على قد. يعني شبهك انت يا عم مخلوف، كبيره ومحترمه بس قديمه. وحضرتك بقى منتج ولا ناقد؟ لا، هصرف فلوس على حاجه لازم ابقى مقتنع بيها. يا سيدي الله الغني عن فلوسك. جرى ايه بس يا استاذ مخلوف؟ استاذ حسام ما قالش حاجه. ما قالش حاجه كل ده وما قالش حاجه؟ لسه ما قالش حاجه، نفهم بس وجهه ما نظر. خلاص قالها. لا لسه ما قالهاش. ممكن يا استاذ حسام تفهمنا ايه هي وجهه نظرك؟ اللي محدش بيغني دلوقتي هجرتك ونكران والحاجات دي. امال بيغنوا ايه؟ بحبك يا حمار. انا مضطر امشي. انت زعلت ليه؟ ده اسم الغنوه. ليه بس كده يا عم مخلوف؟ ليه؟ القديمة ايه؟ ده انت القديمة. اسمع كلام الحمار ده. بصراحة يا عم مخلوف الأغنية مش عاجباني من الأول، بس أنا اتكسفت أقول لك. الله، بقيتي فنانة كبيرة بقى ومش عاجبك لحني. وليه الغلط بس يا عم مخلوف؟ مش لازم أحب الأغنية عشان أقدر أغنيها؟ كسرلك دماغك يا شجن. الواد اللي ملوش لازمة ده غيرك عليا. أنا نفسي أعرف أنت حاطط نقرك من نقره أصلا ليه؟ عشان عايزك تبقي شمال، عايزك تغني مهرجانات. ما المهرجانات دي هي اللي مكسرة الدنيا دلوقتي. تاهت ولقيناها يا حبيبتي. يبقى